مسيت العافية عليكم. شاعر كبير ترك إرث ثقافي عظيم وآلاف من القصائد ظلت عايشة ويانا إلى حد هذا اليوم. هو الشاعر الشهيد الخالد عبد الحسين أبو شبع. وسالفتنا اليوم كالتالي. عام 1980 مديرية أمن النجف استدعت الشاعر الشهيد عبد الحسين أبو شبع بحجة فحص قصائده الشعرية واستجوابه بخصوصها. وأثناء تواجده بمقر مديرية أمن النجف دسوا له السم بكوب شاي. وبعد ما شرب كوب شاي بمقر مديرية أمن النجف قالوا له شيخنا العزيز تم تأجيل الاستدعاء، تقدر تروح وترجع بوقت آخر. وبالفعل طلع من مقر مديرية أمن النجف والتقى بعدها بالرادود وطن النجفي بشارع الإمام الصادق عليه السلام، وسولف له بتعجب عن قضية الاستدعاء وليش ما استجوبوه بعد ما شرب كوب شاي. وفعلا بالليل تدهورت حالته الصحية وتغيرت أحواله، ولما دخل عليه ابنه جمال لقاه واقع على القاع وتم نقله إلى مستشفى النجف العام. وبالفعل هناك استشهد شاعرنا المسموم عن عمر ناهز 63 عام بتاريخ 28/1/1980. وأثناء إصدار شهادة الوفاة لشاعرنا الشهيد الطبيب المختص راد يكتب عن سبب الوفاة هو السم، فمنع 2 من جلاوزة البعث كانوا متواجدين بالمستشفى. وفعلا أمروا الطبيب وتغير سبب الوفاة من السم إلى سبب وفاة آخر. تزاحمت الناس بتشييع جنازته، وبيومها خرجت مدينة النجف الأشرف عن بكرة أبيها التوديع. وبنفس الوقت انتشرت عيون البعث بشكل لافت ومريب وطوقوا موكب التشييع، وبلشوا باعتقال الشباب المشيعين اللي كانوا يرددون واويلي على المسموم واويلي. بالفعل لأن شاعرنا الشهيد الخالد عبد الحسين أبو شبع مات مسموم، لكن للبعث كان رأي آخر. هذا جزء بسيط من سوالف البعثية ومن زمنهم الجميل. في مال الله.